انه ممكن يكون في ازمه على الدوليين بين الاهلي والمنتخب، ولا ده عنوان احنا اعتدنا ان احنا نسمعه سواء في دوري او ما فيش دوري؟ لا ما فيش. ما احنا بنتكلم بقى، ما احنا بنتكلم دلوقتي بنقول الاعلام يبقى هادف، يبقى ايه، هدي اللعب شويه زي ما بنتكلم لغه الكوره. شايف ان ما فيش ازمه؟ لا ما فيش ازمه خالص. يعني انا شايف الاعلام الهيدنج ده او العنوان ده صادم قوي، وعمر ما كان الاهلي بيعمل مشكله مع المنتخب ولا كان الزمالك ولا الانديه. ده مصر هي الاول. ما كل المباريات دي او الدوريات بتعمل ليه؟ علشان حاجه واحده بس، عشان رفع مستوى اللاعبين وتاهيلهم للمنافسه لصالح المنتخب الوطني. فمفيش مشكله. من الاخبار ايضا اخر تعديل اول فبراير عيد الشهداء وفي اليوم التالي بدء المسابقه. الدوري يعود في الذكرى الاولى لمذبحه بورسعيد. اصحاب القرار راعوا موعد المحاكمات لكنهم اغفلوا مشاعر اسر الضحايا ورد فعل الالتراس. تتفق مع هذا العنوان؟ يعني الى حد ما. الى حد ما، بس انا هقول لك يمكن في حاجه كده جزئيه صغيره او ما بين السطور زي ما بنسميها، ان القضيه يوم 26 يناير طبعا. ان شاء الله يعني ربنا يعني يدينا الصحه. هنشوف قرار المحكمه او ايه هي العقوبه على الفاعلين الاصليين لمذبحه او مأساة بورسعيد اللي عطلت مصر كلها. فاعتقد ان دي الحكم في القضيه اللي احنا برضو بنقول يا رب القضاء يبقى برضو على المستوى النزاهه والعداله و بحيث ان برضو القرار بتاع المحكمه بالادانه او لا قدر الله مثلا في حاجه زي كده، دي هتؤدي الى عوده الدوري او لا، وتهدئه الالتراس. لان الالتراس لما يرجع قرار المحكمه والناس خدت حقهم، ما هو ما فيش كده مشكله. يبقى المشكله الاساسيه هي عوده الحق لاصحابه من خلال اللي هو مذبحه بورسعيد من خلال قرار المحكمه. تمام. اعتقد ان ده ان شاء الله بعد ليه اتعمل فبراير. اعتقد ما هو ملوش حل وازعم كده. واقر ان هو 2 فبراير بعد النتيجه بتاعت المحكمه او بعد قرار المحكمه النهائي. اصل هو لما اتقال 1 فبراير في يعني ناس انتقدوا الموعد ده وقالوا يعني ليه مع موعد الموضوع او الحادث الشهير. يعني ما هو اتعمل يوم بقى احتفال للشهداء اهو، يعني بقى يوم واحد. لكن هو برضه كالعاده على فكره، يعني هي دي بقى مشكله مصر، ان احنا يعني ايه، الناس ولا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، مع ان الصيام في رجب لطيف قوي يعني. انا بقول ان الموضوع بسيط جدا. اتعمل الناس عايزه الدوري يرجع وعايزه الناس مش عارف ايه وعايزه النشاط الكوره، ولما يجي يرجع النشاط يقولوا لا اصل مع يوم الشهيد. اتعمل يوم 1 فبراير للشهداء اهو، ويوم 2 فبراير خلاص ما فيش مشكله. بس يا رب يكون ان شاء الله. فييرا بيتحفظ على الصفقه. الزمالك بيمنح عبد الملك مهله اسبوع، يا اما يرضى بالمقابل المادي اللي هم عرضوه يا اما خلاص. ارتياح في المنظومه الكرويه من جريده الاهرام بعد الموافقه على عوده الدوري. اتحاد الكره بيتواصل مع الانديه وروابط المشجعين لنبذ التعصب وانقاذ الكره من الانهيار. عنوان اخر، وزاره الرياضه بتوجه الشكر للداخليه والقوات المسلحه. الاول من فبراير عيد للشهداء والنشاط يعود في اليوم التالي. الدوري الانجليزي الاكثر اثاره، فوز قطبي مانشستر بيبقي الوضع على حاله. الدوري الانجليزي في كلمات لا الدوري الانجليزي، ما هو هقول لحضرتك حاجه من الدوري الانجليزي من ساعه ما كنت بتابعه من يمكن عايز اقول من 98 ولا 99. الدوري الانجليزي قوي جدا جدا جدا، ودايما يمكن الثلاث سنين الاخيره في قطبي مدينه مانشستر، السيتي واليونايتد، اللي هو مان سيتي ومان يونايتد. منافسه شرسه جدا بعد كمان ما ضخوا اموال كبيره جدا في المان سيتي، فبقى بينافس قوي لليونايتد. ليفربول بعد شويه، تشيلسي على الرغم من الاموال اللي اتضخ فيه، لكن دايما المنافسه والكره الانجليزيه اللي هي بنسميها الانجلش بريمير ليج متقدمه جدا وعلى مستوى عالي من المنافسه. لكن هقول لك على حاجه بصراحه، انا كنت من مدمنين الدوري الانجليزي، وبعدين فجاه لقيت نفسي الاسباني. برافو الله يفتح عليكي. انا لقيت نفسي فجاه بتجه لبرشلونه وريال مدريد وفالنسيا واتلتيكو مدريد. وبعدين ده ميسي ده مشكله، ده انا مش عارف، ده ميسي ده كارثه يعني في الكوره. ده اختراع اسمه ميسي طبعا. يعني مش عارف، انا ما شفتش يعني، شفت مارادونا طبعا وشفت ناس كتير جدا، لكن ده ميسي ده مشكله رهيب. ربنا يكرم بس ويطلع عندنا ميسي صغير ولا حاجه. ابنه بقى تييجو اخد كرة من قبل ما يلعب ولا اخد حذاء ذهبي من قبل ما يلعب. هو بتاع بابا يعني. لا بتاعه هو اتعمل له مخصوص. لا ما طبعا ما هو بابا عمل له واحد صغير نموذج ليه، لان طبعا هو اعتقد الجينات، اعتقد الموضوع جينات برضه، وهيبقى لعيب كويس ان شاء الله. ما هو عندك احمد اكرامي معالج على فكره، برشلونه خدوه على جريده الجمهوريه. نادر السيد بيقود المفاوضات بين اوسا والقلعه الحمراء، المقصود طبعا كابتن
كابتن محمد عبد المنصف، واخبار ان هو بيقترب من القلعه الحمراء بناء على طلب من كابتن حسام البدري. وكان في اخر التصريحات لكابتن عبد المنصف ان هو امنيته في 2013 ان هو ينضم للنادي الاهلي. طوارئ في الجبليه لحسم شكل الدوري وحل المشاكل، ترشيح مجدي عبد الغني لرئاسه لجنه شؤون اللاعبين. تاني يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده كارثه بقى. انا بقى معلش انا ضد الموضوع ده خالص، ضد وجود كابتن مجدي عبد الغني ولا مجدي عبد الغني محافظ الالقاب. قول لي سبب. اول سبب اللي هو عامل مشاكل قبل كده مع نبيل ابو زيد ومش عارف مع مشكله نجي جده، هو كان السبب فيها، هو كان المشكله. ليه هو سبب؟ هو عشان هو وسيط يبقى هو السبب؟ لا مش وسيط، او هو بيحاول يحل. لا ما هو ما ينفعش يبقى رئيس لجنه حكام وهو يبقى رئيس جمعيه المحترفين. ازاي؟ يعني دلوقتي مش هقول لك تأمرون الناس بالبر وتنسون عشان بس الحق اخد الفيسبوك، هاخد بس سريع. ما ينفعش. طيب البدري بينهي الراحه ويستدعي الفريق فورا. غالي